القدرة على قراءة الأفكار حاجة شفناها كتير في الأفلام وفي الخدع السحرية، بس هل من الممكن فعلا القيام بها؟ إجابة السؤال ده ببساطة أشار لها علماء علم النفس في أكتر من بحث ودراسة. مفادهم إن مش ممكن أبدا سماع تفكير الآخرين، لكن من الممكن تخمين كتير من اللي بيدور داخل أدمغتهم باستخدام بعض الأساليب. خلونا في فرجة نعرفكم على شوية منهم. أولا، خليك عارف إن أي تعبير بيقوم بيه الشخص بخلاف الكلام زي تعبيرات الوجه أو نبرة الصوت حتما ليها مدلول واضح ومهم. عشان كده لازم تركز بعناية في التفاصيل دي، لأن هي مفتاح فهمك لأفكار الآخرين. أحد الأساليب الفعالة هي تجسيد شخصية الشخص اللي قدامك بالظبط وكأنك مراية ليه. اتخاذك لنفس تعبيراته ومحاولة الإحساس بنفس شعوره في اللحظة دي بيزيد من فرصة معرفة الحاجة اللي الشخص ده بيفكر فيها بنسبة كبيرة. في حال كان هناك سابق معرفة بينك وبين الشخص اللي عايز تعرف أفكاره، حاول تقود الحوار بينكم إلى المواضيع اللي انت عايز تعرفها بشكل غير مباشر. فمثلا لو عايز تعرف رأيه في صديق ثالث ليكم، حول موضوع الحوار بينكم إلى التكلم عن الصديق ده. في أحيان كتير بيكون الشخص متردد في الإفصاح عن أفكاره، لكن لما الموضوع بيفتح خلاص بيسهل عليه جدا الإفصاح عنها. إذا كان عقل الإنسان بيقدر يخفي أفكاره، فجسمه وعضلاته مش بيقدر، ومن المنطلق ده تقدر تعرف كتير عن اللي بيدور في عقل الشخص ده. أكتافه لو مشدودة أو إيده لو متعرقة فحتما الشخص ده متوتر، ولو حركاته سريعة ومترددة فهناك صراع أفكار داخل عقله. تفات النظر في العين باستمرار بيؤكد خوفه من مواجهتك بحقيقة ما، وغيرها من الحاجات اللي لو دققت فيها هتعرف تقرأ أفكار الشخص عن طريق حركات جسده. في بعض الأحيان بيكون من اللازم التقرب من الشخص ده أكتر الأول عشان تقدر تفهم بيفكر إزاي. كل ما كان الشخص غريب عنك كلما كانت المهمة أصعب، لذلك تكوين علاقة ودية الأول مع الشخص ده أمر مفيد جدا أكتر مما تتخيل. شاركونا في التعليقات أفكار عايزيننا نعمل لها فيديوز في فرجة. كمان اتأكد إنك عامل سبسكرايب للقناة عشان توصلك كل فيديوهاتنا. ومتنساش تعمل لايك، اللايك حلو.